باتت الحياة سريعة الإيقاع، والمهمات المطلوبة فيها كثيرة. قد يكون اليوم بكامله غير كاف لإتمام الواجبات، وكأنه ركض لا ينتهي. ومع ذلك كن مطمئنا. قراءة إذاعية يومية لرائعة الشيخ عائض القرني. لا تحزن. يعدها ويقدمها لكم خالد ناجي الفقيه. أحبتنا المستمعين الكرام، الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي ومهما صغر حجمها إلا أنها تمنحنا آفاقا واسعة لحياة أفضل. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. اصنع من الليمون شرابا حلوا. أخي المستمع الكريم، الذكي الأريب يحول الخسائر إلى أرباح، والجاهل الرعديد يجعل المصيبة مصيبتين. طرد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ وبصره. سجن الإمام ابن حنبل وجلد أيضا، فصار إمام السنة. وحبس ابن تيمية، فأخرج من حبسه علما جما. ووضع السرخسي في قعر بئر معطلة، فأخرج 20 مجلدا في الفقه. وأقعد ابن الأثير، فصنف جامع الأصول، وكتب النهاية وهي من أشهر وأنفع كتب الحديث. ونفي ابن الجوزي من بغداد، فجود القراءات السبع. وأصابت حمى الموت مالك بن الريب، فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الذائعة التي تعدل دواوين شعراء الدولة العباسية. ومات أبناء أبي ذؤيب الهذلي، فرثاهم بإليادة أنصت لها الدهر، وذهل منها الجمهور، وصفق لها التاريخ. أخي المستمع، إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها. وإذا ناولك أحدهم كوب ليمون فأضف إليه حفنة من سكر. وإذا أهدي لك ثعبانا فخذ جلده الثمين واترك باقيه. وإذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل واق ومناعة حصينة ضد سم الحيات. تكيف أخي المستمع في ظرفك القاسي، لتخرج لنا منه زهرا ووردا وياسمينا. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. أحبتنا المستمعين،
سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين، متفائلا وآخر متشائما، فأخرجا رأسيهما من نافذة السجن. فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، وأما المتشائم فنظر إلى الطين في الشارع المجاور فبكى. انظر إلى الوجه الآخر للمأساة، لأن الشر المحض ليس موجودا، بل هناك خير ومكسب وفتح وأجر. أخي المستمع الكريم، هيا نهتف نحن وإياك بهذا الدعاء الحار الصادق، فإنه لكشف الكرب والهم والحزن. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. حسبنا الله ونعم الوكيل. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله. نستودعكم الله. باتت الحياة سريعة الإيقاع، والمهمات المطلوبة فيها كثيرة. قد يكون اليوم بكامله غير كاف لإتمام الواجبات، وكأنه ركض لا ينتهي. ومع ذلك كن مطمئنا. قراءة إذاعية يومية لرائعة الشيخ عائض القرني. لا تحزن. يعدها ويقدمها لكم خالد ناجي الفقيه.